السلام عليكم، اهلا وسهلا اخوات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشارك معكم سلو اللي كيجي رائع البنات، لذيذ ما تشبعوش منه، مقوم. راني بارطاجيت معكم جميع الخطوات من الاول حتى الاخر باش المبتدئات ان شاء الله يجي عليهم ساهل سلو يديروه وينجح معهم من اول تجربه. خواتاتي ما تنسونيش بلي لايكات ديالكم وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء باش تعم الفائده. ويلا ندخلوا الكوزينه مجموعين تعرفوا على المقادير ديالو وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا البنات 2 كيلو ديال الدقيق، عندي كيلو من الدقيق الابيض كيف ما كتشوفوا هكا، وكيلو من الدقيق الكامل. حيت يعني غربلته وحيت منه هذاك النخال اللي فيه. المهم كل واحد غنحمرو بوحدو البنات. الا بغيتو ديروا 2 كيلو ديال الدقيق الابيض ممكن البنات، انا المهم كنخلط صافي. كندير كيلو وهكا واحد الكاس زياده، حيت لما كنحمروه كنغربلوه وكنحيدو منه هذاك الكويرات وكينقص لينا الدقيق. درت كل دقيق درت فيه كيلو وزدت واحد الكاس صافي البنات. كنردو هكا على النار. انا كنحمرو دائما اما في هذه المرميطه كتكون عندي ثقيله، ولا ديروه في الكوكوت اللي كتحب تحمروه هكا في الفران ممكن الا كيجي عليها ساهل. انا دائما يعني كيعجبني هكا نحمرو هكا في يعني على البوطه في الكوكوت ولا شي مرميطه هكا ثقيله. المهم البنات كنحمرو ونقصت على النار وبقيت كنحمر حتى تحصلت على هذا اللون. كندير شويه هكا في واحد الزلافه وكندير عليه الزيت وكنخلط كيعطيني اللون. واش هو هذاك ولا غنزيد له؟ نتوما تختاروا اللون اللي بغيتو. شوفوا البنات، انا هذا هو اللون ديال السلو اللي كيعجبني، كيجي هكا مذهب. شفتوا البنات؟ المهم خصكم تحضيوه لما تحمروه باش ما يتحرقش البنات. هذا هو اللون اللي كيجي زوين صافي البنات. كيف ما كتشوفوا نزيد له غير شي شويه ونطفي عليه. من بعد نغربلو. دابا غتشوفوا معايا راني صورت لكم جميع المراحل المبتدئات باش يفهموا كل شيء ان شاء الله. المهم البنات ضروري مما غديروا سلو خص يعني كل حاجه حمرتوها تحضيوها باش ما تحرق لكمش صافي البنات. دابا كنغربلو هكا في هذا البانيو ولا شي قصعه صافي. شفتوا البنات؟ هاد الدقيق اللي كيتكور هكا كنرميوه. علاش درت كيلو وكاس ديال الدقيق؟ باش هذاك الكاس كيمشي ليا هكا في هذاك الكويرات، وفي الاخر كنوزن كيلو نيشان صافي البنات. كنستمر هكا كنغربلو كيف ما كتشوفوا صافي. ودابا هذا هو الدقيق. ودابا حمرت عاوتاني الدقيق اللي بالنخاله، يعني الدقيق الكامل بغيت نقول لكم، ولكن البنات غربلته مزيان من هذيك النخاله عاد حمرته باش هذيك النخاله ما تحرق لياش صافي. هذا هو الدقيق الكامل من بعد ما حمرته. دابا كنغربلو وكنحيد هذاك الكويرات اللي كيكونوا هكاك صافي. تحصلت على 2 كيلو ديال الدقيق محمر. كيف ما حبيتو ممكن ديروا دقيق الابيض كيلو ديال الدقيق الكامل، ممكن ديروا غير 2 كيلو ديال الدقيق الابيض كيف ما حبيتو صافي. من بعد ما حيدنا علينا الدقيق دابا غنمشي عند اللوز عندي هنايا البنات كيلو ديال اللوز. غسلته ماشي مسحته، لا غسلته دغيا البنات. ما تخليوش يتعطل لكم في الماء، غير خشيوه في الماء وصفيوه. غسلته 2 مرات، راه كيخرج بزاف ديال التراب ولا الماء ديالو قهوي البنات. ضروري غسلوه غسله خفيفه ما تخافوش منه، ولكن ما تخليوش في الماء بزاف. دغيا غير دخلوه في الماء وخرجوه دغيا صافي. درتو في هذاك يعني هذيك المنديل، مسحته مزيان حتى نشف. ودابا كنديرو في هذه الصينيه وكندير عليه تقريبا شي ملعقه كبيره هكاك ديال الزيت وصافي. كنلبس هذاك الزيت كامل في هذيك الحبيبات ديال اللوز وغندخلو الفران على 150 درجه من التحت والفوق. ما ديروش البنات الفرفاره،
خليو الفران عادي من التحت والفوق 150 درجه، مره هكا كنحركو حتى يتحمر معنا. غير كيولي البنات يعني هرسوا واحد الحبه غتشوفوها صفراء هكا مذهبه وخرجوه. راه كيتزاد هكا تخليوه في الصينيه وهو كيبرد راه كيولي قهوي. صافي ما تخليوش في الفران حتى يولي قهوي، يذهب وصافي، حيت كيرجع عليه السخونيه وكيزيد عاد يغمق اللون ديالو. شوفوا البنات كيفاش كيجي محمر من داخل، خليته حتى برد تماك في الصينيه. صافي كيجي اللون ديالو قهوي من داخل وكيجي مقرمش ولذيذ هكا. البنات غتستفادوا من القشور ديالو. راه القشور ديالو ديال اللوز راه فيه الفيتامينات ديالو وكيجي بنين. صافي البنات، غير لما تبغيو ديروا سلو هكا المبتدئات عطيوه الوقت هذاك النهار ديال سلو. وحديو هاد الحوايج في الفران حيت باش ما تحرق معكم حتى شي حاجه. صافي البنات، دابا كنقسموا على النص هذاك الكيلو ديال اللوز، كنقسموا على النص كيف ما كتشوفوا معايا. النص غنهرمشو هكاك غليظ. دابا نوري لكم ها هو البنات كنهرمشوه غليظ، والنص الاخر كنطحنوه فحال الدقيق. صافي البنات غنستمر هكا. هاد الفيديو الا تفرجت فيه وحده تكون مبتدئه راه غتفهم ليه، حيت صورت لكم جميع المراحل. صافي البنات، من بعد ما هرمشت النص، دابا النص اللي بقى غنطحنو فحال الدقيق باش نخلطو مع الدقيق. يعني ما غتحسيش باللي راه كاين الدقيق، يعني اللوز كيتخلط مع الدقيق. تكونوا فهمتوني خواتاتي. المهم غنستمر هكا حتى نطحنو كامل، وغندوزو نوري لكم كيفاش درت الزنجلان. ها هو البنات، شفتوا راني قربتها لكم، شفتوا طحنتو ولا فحال الدقيق. هذا هرمشتو غليظ وما نقول لكمش على الريحه اللي فيه رائعه البنات. صافي غنستمر هكا حتى نكمل هذاك اللوز كامل. ممكن تقسموا الشغله البنات، يعني ديروا واحد النهار هكا توجدوا القوام، والنهار اخر تجمعوا فيه سلو باش ما تعياوش. هنايا البنات عندي كيلو ديال الزنجلان. من بعد ما نقيته، راه عندي نقيه، كنكبوه هكا اما في كوكوت ولا مرميطه تكون ثقيله، ما ديروش شي حاجه خفيفه البنات. صافي انا هاد المرميطه كيف ما قلت لكم راه عندي ثقيله بحال الكوكوت هكاك. صافي دابا غنحمرو على البوطه. من الاحسن البنات زنجلان نحمرو هكا في كوكوت، حيت كيتحمر مزيان احسن مما تحمرو في الفران. صافي غير غيبدا يسخن معايا، كنقص على النار وانا كنخلط هكا بهذا الخلاط اللي كنخلطوا به البيض. نخلط وانا كنحمروه حتى يتحمر معايا، حتى نسمع الصوت كيدير طق 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 هكا كيطرطق. صافي عرفوا باللي راه صافي تحمر. عاود تاني كنهزو هكا شويه في اليد ديالي وكندوقو، غير كنحس به هكا مقرمش في السنان ديالي. صافي ويطلق واحد البنه زوينه، عارفه باللي صافي تحمر. المهم قابلوه ونقصوا النار، ما تخليوش حتى يتحرق. صافي البنات كيف ما شفتوا معايا راه كلشي سهل الاخوات، غير شويه ديال الصبر وشويه ديال الوقت والخاطر. كلشي كيدوز. شوفوا البنات من بعد ما حمرته جا غزال مقرمش هو هذاك. المهم حتى هو النص غنطحنوه مزيان فحال الدقيق اللي غنطحنوه، والنص ممكن تخليوه مهرمش، يعني تهرمشوه، ولا ممكن تخليوه هكا حبه يعني صاينه، يعني هكاك مجموعه. شوفوا البنات من بعد ما درت طحنت النص ديال الزنجلان، هذا النص اللي بقى ليا كيف ما قلت لكم ممكن ديروه هكا ولا ممكن تهرسوه شي شويه. انا غنهرسوه وصافي، يعني غير غنهرس هذيك الحبه وصافي
يعطيني الريحه زوينه، يعني يطلق الريحه ديالو. صافي احسن ما نخليه هكاك يعني الحبات مجموعين. صافي غير كنهرسو هكا. صافي غنستمر هكا حتى نكمل هاد الزنجلان وندوزو عاوتاني. تشوفوا معايا الكاوكاو كيفاش غندير ليه. كاوكاو والقرقاع، انا البنات كندير القرقاع في سلو كيجي رائع. اللي عمرها ما جربته غير جربيه، راه كيجي روعه. وصافي البنات، هذا هو زنجلان. صافي غنكملناه ودابا ندوزو للكاوكاو. كاوكاو البنات عندي نص كيلو ديال الكاوكاو، هذا اللي مقشر، ممكن ديروا حتى اللي بالقشور ديالو. صافي كندير عليه ملعقه هكا كبيره ديال الزيت، وكنلبس هذاك الحبيبات كاملين بالزيت كيف ما كتشوفوا معايا هكا. صافي حتى هو غندخلو الفران، غير كنخرج هذاك اللوز وكندخل عاوتاني الكاوكاو يتحمر على 150 درجه من التحت والفوق بلا فرفاره البنات. الفران عادي بلا فرفاره وحضيوه. صافي هنايا عندي القرقاع البنات، انا كيف ما قلت لكم دائما كندير فيه القرقاع. جربوه راه كيجي رائع وكيعطي، راكم عارفين القرقاع كيعطي الجهد القوه في رمضان، يعني تبقاو نهار كامل وانتم واقفين الا كليتو هاد السلو. المهم غير عندي هنايا ممكن ديروا نص كيلو 4 كيلو ولا ديروا كيلو على حساب المتوفر عندكم. انا درت نص كيلو ديال الكاوكاو ودرت كيلو ديال القرقاع، كان عندي في الدار متوفر. ممكن كيف ما قلت لكم ديروا نص كيلو ولا 4 كيلو. انا كندير فيه كيلو ديال القرقاع ونص كيلو ديال الكاوكاو. صافي نحمر الكاوكاو ونخرجه وندخل القرقاع، نطفي على النار، يعني نخرج الكاوكاو، ندخل الصينيه ديال القرقاع، نبلع الباب ديال الفران ونطفي على الفران، نخليه يتحمر غير في هذيك السخونيه. وصافي البنات غير يعني كيفاش غنقول لكم، غير يسخن وصافي هذاك القرقاع ماشي غنحمرو. صافي ودابا النص غنهرمشوه فحال حبيبات ديال الكسكس. ما غنهرمشوش هكاك البنات، ما غنهرمشوش يعني غليظ فحال حبيبات ديال الكسكس هكاك البنات. والنص الاخر غنطحنو فحال الدقيق بودره. صافي شفتوا البنات. صافي ودابا هذا النص الكبير غنديرو، يعني غنطحنو فحال الدقيق. جربوها البنات في السلو راه كيجي رائع، ما كيطلق لا كاينين الناس اللي كيقولوا بلي يطلق الريحه ديال الغموليه ولا لا البنات، ما كيطلق لا ريحه لا والو. ولكن انا كندير القرقاع كنقشرو، يعني كيكون طري، ماشي يعني كنشريه هكاك مقشر. هذا كيتعطل في الحوانت. انا دائما كنشريه هكا بالقشور ديالو وكنقشر القرقاع على يدي، كيجي في السلو ما نقول لكمش رائع. صافي البنات، نتمنى انكم كتفهموا الهضره ديالي. المهم البنات هنايا عاوتاني الكاوكاو، شوفوا البنات خرجته هو كان مذهب فلوخو يعني. ودابا لما خليته برد تمك في هذاك الصينيه كيغمق شويه اللون ديالو. شوفوا البنات كيفاش كيولي. حضيوه ما تخرجوهش من الفران وهو قهوي، راه غيتزاد بالسخونيه عاوتاني. ما بغيناش الكاوكاو يجينا في هذاك الريحه ديال، راكم عارفين الا الكاوكاو تحمر اكثر من القياس راه كيعطي واحد الريحه خايبه. خليوه غير يذهب وخرجوه. صافي هذا نص كيلو ديال الكاوكاو كنطحنو مزيان حتى يخرج الزيت ديالو. يعني ما غنهرمشوش غنطحنو كامل حتى يخرج الزيت ديالو. المهم يولي عندي فحال المعجون. صافي شفتوا البنات، طحنوه هو سخون البنات باش دغيا كيخرج هذاك الزيت ديالو. صافي ها الكاوكاو كملناه. شوفوا البنات كيفاش كيجي فحال المعجون. صافي هنايا عندي حب حلاوه.
كنسخنها وصافي، ماشي كنحمرها بزاف البنات، ما تحمروش بزاف باش ما يتحرق لكمش، غير كتحاديوه تلقاو هذاك حب حلاوه سخونه صافي طفيو عليه. وهنايا غنطحن هذيك حب حلاوه وهي سخونه باش تساعدني دغيا تطحن. راكم عارفين حب حلاوه والنافع شويه قاصح لما كان نطحنوه، من الاحسن طحنوه وهو سخون. صافي كنطحنوه هكا، من بعد كنغربل، ضروري خص يعني الغربال يكون حداكم، وهذاك الغربال يكون يعني رقيق بزاف البنات، رقيق باش هاد حب حلاوه يجينا فحال الدقيق. شفتوا البنات؟ صافي غنستمر هكاك وانا كنطحن حتى نتحصل على الكميه اللي غتشوفوا معايا شحال غندير فيه. هنايا من بعد ما طحنت كلشي البنات، دابا غندير 4 الملاعق ديال حب حلاوه، ها 2 ها 3 ها 4 كيف ما كتشوفوا معايا. 4 ديال الملاعق ديال حب حلاوه، ملعقه كبيره ومقببه يعني عامره. صافي نفس الشيء اللي غندير النافع، غنحمرو هكا غير شي شويه غير يسخن، وغندوز مباشره نطحنوه هو سخون باش يساعدني يتطحن دغيا. صافي البنات هنايا كيف ما شفتوا معايا، من بعد ما صهدت هذاك النافع دابا غنطحنو مزيان مزيان وغنغربلو كيف ما درت الحب حلاوه غنديرو النافع. صافي راني صورت لكم يعني خطوه خطوه باش البنات المبتدئات يعني يجي عليهم ساهل. ان شاء الله الشرح اللي كندير لكم ان شاء الله انكم كتفهموني ان شاء الله، وهذا الفيديو غتستفادوا منه يجيكم سهل الشرح ديالو وكل شيء. صافي غنستمر هكا وانا كنطحن. صافي ودابا غنغربلو ونحيد منه حتى هو 4 ديال الملاعق كبار وعامرين مقببين البنات، الملعقه تكون كبيره. صافي ها هو شفتوا البنات كيخرج فحال الدقيق، ها ملعقه الاولى ها الثانيه ها الثالثه ها الرابعه، ملعقه كيف ما قلت لكم كبيره ومقببه. صافي هذا هو النافع. دابا غندوز للسكر، عندي السكر البني البنات، دائما في السلو كندير هذا السكر الاسمر ولا البني. صافي عبرت 400 غرام كتجيني هي هذيك في الحلاوه، 400 غرام هي هذيك في هذه الكميه اللي عطيت لكم. ايوا نتوما الا ما كانش عندكم السكر البني ممكن ديروا غير السكر الابيض العادي ماشي مشكل. صافي كنطحنوا مزيان البنات حتى يولي بودره كيف ما كتشوفوا معايا. صافي ها هو البنات رائع. وكنخلي شي شويه باش نطحن فيه المسكه الحره. هنايا البنات غنطحن المسكه الحره كيف ما كتشوفوا معايا، غندير هذاك السكر اللي خليت غير شي شويه، وغندير معاه البنات ملعقه صغيره كيف ما كتشوفوا راه ملعقه صغيره بزاف ديال الملحه. الا كان عندكم ملعقه شويه كبيره على هذه ديروا غير نص ديال الملعقه ديال الملحه. صافي البنات غندير المسكه الحره تماك غنحسب شي 12 ولا 13 د الحبات ديال المسكه الحره. هكاك اختاريت حبات شويه كبارين، ما نعرف والله ما عقلت واش درت 12 ولا 13، المهم ماشي مشكل وحده زايده ولا ناقصه. صافي ودابا غنطحنهم مزيان مزيان. ها هي البنات هذيك المسكه الحره مع السكر والملحه وجدناها. دابا غندوزو الكوزه، عندي هاد الكوزه صغيره غنحكها هكا في هاد الحكاكه الرقيقه، وغندير واحد الصفايه باش نصفيها من هذاك العود الكبير اللي كيطيح منها. الا كان عندكم الكوزه كبيره ممكن ديروا غير نص ديالها، انا هذه صغيره بزاف درتها كامله. صافي كنحكها هكا وكنغربلها، ضروري انا كتعجبني نغربلها باش هذاك الطروفات اللي كيطيحوا كبار فحال الخشب كنحيدو باش ما يعني وكيفاش غنقولها لكم، المهم نحيدوهم باش ما يجيناش مغزغز هكا
مع السنان، يمكن فهمتوني هذه. المهم، ودابا يا البنات غندير زريعه الكتان. انا سلو كندير فيه زريعه الكتان، كيجي رائع البنات. وزريعه الكتان فيها بزاف ديال الفوائد، الا بغيتو ديروها ديروها، الا بغيتو تستغناو عليها نتوما خاطركم. انا دائما كنديرها، كيجي سلو رائع وكنستفادوا من الفوائد ديالها، راه ما كتبانش فيه كاع. المهم درت واحد الكميه، طحنته. دابا غنغربلو كيف ما كتشوفوا، ضروري كنغربلها حيت كيكون هذاك القشور ديالها ما كيعجبنيش نديرو في سلو، كنحيدو كنخلي غير البودره وصافي. وغنهز منه 4 ديال الملاعق كبار عامرين فحال النافع وحب حلاوه. درت 4 الملاعق صافي هكا البنات. ها الملعقه الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه، وها الرابعه. ملعقه كبيره وعامره مقببه. جربوا زريعه الكتان في سلو وردوا عليا الخبار. شوفوا البنات رائع. هاد السلو نديروه في رمضان غير باش يقوينا، يعني الا كثرنا فيه هاد الحوايج راه مزيان لينا. عندي هنايا القرفه، كندير 4 الملاعق كبار عامرين ديال القرفه وكنغربلها حتى هي. شوفوا العواد اللي كيكون فيه، ضروري تغربلوه. وكنعبر منها 4 الملاعق، ها 3، ها 4. صافي غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. ها هي القرفه، والقرفه ديال المغرب راه مجاهده ما شاء الله. وهنايا عندي هنايا الزبده، غندوب الزبده. عندي كيلو ديال الزبده، كندير هاد النوعيه ديال الزبده اللي كندير، اللي عايشه هنا في فرنسا راه معروفه هاد الزبده وموجوده. ما نعرفوش كاينه في اوروبا كامله، في المغرب والله ما عرفت. هنايا في فرنسا بعدا راه موجوده. درت كيلو البنات الزبده الممتازه ديال الاكل بلا ملحه. ضروري البنات ديروا الزبده فين ما كنتو، ديروا الزبده حيواني ديال الاكل ماركه اللي زوينه بلا ملحه. درت كيلو وخليتها على نار يعني ناقصه، خليتها حتى دابت. من بعد شوفوا البنات كتغلي. راني غير كنسرع الفيديو، اما انا كيبان لكم باللي راه درت بزاف ديال النار، يعني جهدت العافيه. لا البنات راني نقصت عليها، خليتها كتغلي حتى تحرق هذاك الحليب اللي كان فيه. شوفوا البنات الحليب كاع تحرق، صافي كتبقى غير الزبده. شوفوا البنات كتجي زبده نوازيت فيها الريحه واعره البنات، كتجي في سلو رائعه، ما كتعطي لا ريحه لا والو في سلو، كتجي واحد الريحه زوينه. صافي صفيتها كيف ما شفتوا معايا، ضروري تصفيوها هي باش غنجمع سلو. وهنايا في هذه المقله درت تماك الزيت بارده، وكندير فيه اللوز. عندي تماك نص كيلو ديال اللوز. هاد اللوز البنات غير التزيين اختياري، الا بغيتو تضيفوه ضيفوه، الا ما بغيتوش ماشي مشكل، غير غنزين به وصافي. هذا كنزيدو هكا في الاخر. صافي البنات وانا كنحرك هكا حتى يتحمر معايا هذاك اللوز. صافي من بعد ما وجدت المقادير ديال سلو كامل كيف ما كتشوفوا معايا، في هذه المرحله الا عييتو ممكن تخليو حتى الغد ليه عاد تجمعوا سلو، حيت راه كيحتاج الدليك. الا كنتو يعني ما بغيتو تكملوا على الشغل ديالكم نكملوا. هنايا البنات باش نجمع سلو، صافي في واحد القصريه ولا بانيو ولا اللي عندكم، كندير فيه هذاك 2 كيلو ديال الدقيق، وكيلو ديال اللوز، كيلو ديال الزنجلان. كنعاود لكم المقادير. وكيلو ديال الكركاع، ونص كيلو ديال الكاوكاو كيجي مقوم البنات، 4 ملاعق ديال حب حلاوه، 4 ملاعق ديال النافع، 4 ملاعق ديال القرفه، و4 ملاعق ديال زريعه الكتان، الكوزه، و 12 حبه هكاك ديال المسكه الحره، شويه يعني ملعقه ديال الملحه، و400 غرام ديال السكر مطحون. صافي كبيت كلشي المقادير يعني الجافه كيف ما شفتوا معايا. ودابا غنخلطو مزيان البنات. هنا غير كنوريكم وصافي. غنقطع الكاميرا باش نطلع على اليدين ديالي باش نكون مرتاحه، يعني
نخلطو مزيان على راحتي. صافي هنا غير نوري لكم، نوقف الكاميرا ونرجع عندكم. هنايا البنات من بعد ما وقفت الكاميرا يعني خلطوا مزيان كيف ما كتشوفوا معايا هكا. انا قسمته على جوج، درت شويه في البانيو حيت كان عندي بزاف. كيف ما كتشوفوا كنوري لكم، هذه هي الحركه اللي كنت كندير، كندوب كاع هذاك الحبيبات اللي كيكونوا تماك مع الدقيق. وصافي دابا غنجمع كل شيء باش ندير السوائل. يعني هنايا البنات خاصو دليك، ردا معايا الوقت باش نخلطو. شفتوا البنات كيفاش كيجي رائع. هنايا غنجمعوه بالزبده، بهذاك كيلو ديال الزبده اللي دوبت. من بعد غنشوف واش غنزيد السوائل ولا الا زدت راني غنزيد زيت الزيتون. صافي في الاخر غنقول لكم شحال هز ليا الكيسان ديال زيت الزيتون. صافي البنات هنايا غير كنوري لكم كيفاش غنخلطو. من بعد غنقطع الكاميرا ضروري باش نرفع على اليدين ديالي باش نخلط على خاطري. راكم عارفين سلو كيعجبو الدليك بزاف. صافي البنات من بعد ما دلكتو مزيان البنات، راه دخلت فيه جوج كيسان ديال العنبه ديال زيت الزيتون. من بعد كيف ما شفتوا معايا درت كيلو ديال الزبده، خلطته مزيان، لقيت باللي خصو ناشف. زدتو كاس، يعني كاس جاني سلو، جاني هو هذاك مرمل، ولكن انا ولادي كيعجبهم سلو يكون شويه معلك البنات. وزدت كاس اخر، يعني هز ليا كيلو ديال الزبده مذوبه وجوج كيسان ديال العنبه ديال زيت الزيتون، ودلكتو مزيان البنات. ودابا زدت فيه هذاك النص ديال اللوز هكاك صاين، حبه كامله زدت فيه. كنت قلت لكم باللي راني قليت نص كيلو ديال اللوز، زدت فيه النص، والنص الاخر غنزين فيه الشكل النهائي. نتوما الا ما كانش عندكم يوتيوب ما تصوروش، كلشي غديروه في الفيديو. كبوا كامل هذاك النص كيلو ديال اللوز ولا 4 كيلو اللي حبيتو، اللي متوفر عندكم هكاك حبه، كيجي رائع البنات. انا غير كملت صورت لكم. صافي كل شيء جمعته في الفيديو، يعني نص كيلو ديال اللوز دخلته كامل هكاك. شفتوا البنات هذا هو القوام اللي كيعجبنا هنا في الدار لوليداتي. هذا هو القوام، كيجي معلك وزوين، ما نقول لكمش على الريحه وعلى المذاق. ها هو البنات سلو من بعد ما شكلته هكا زينته باللوز. شوفوا كيفاش جا رائع البنات، والمذاق ما نقول لكمش كيف ما شفتوا على عينيكم. سلو مقوم، وما نقول لكمش المذاق اللي فيه لذيذ بزاف. هكا تاكلوا مع في الفطور ولا في السحور في سيدنا رمضان، ما بقى له والو. الله يدخلوا عليكم وعلينا ان شاء الله بالصحه والهنا، وان شاء الله ربي يغفر لنا الذنوب يا ربي يا ربي في هذا رمضان. شفتوا البنات غنقسم لكم شويه تشوفوه من داخل كيفاش كيجي رائع البنات. كيجي مرمل معلك ومهرمش مقوم. شوفوا البنات كيفاش كيجي مقوم رائع البنات، كيجي لذيذ. غير جربوه راه غيعجبكم. المهم اخواتاتي هذا هو جهدي عليكم، شرحت لكم كل شيء. اللي ما فهمش شي حاجه تكتبها لي في التعليق نفهمك. نتمنى هذا الفيديو تستفادي منه، وبارطاجي الفيديو مع الاحباب ديالك والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع. وما تنسينيش بواحد البصمه وواحد التعليق زوين في حالك. يلا اخواتاتي حتى لهنا تسالى الفيديو ديال اليوم، غنخليكم في رعايه الله حتى الفيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.